السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هعمل لكم خدعه قويه جدا وهشرحها لكم. خدعه النهارده هي ان انا هقول للشخص قول ستوب في اي مكان، ونفترض قال ستوب هنا، هقول له يحفظ الكارت كويس بالعلامه، واهم حاجه ما ينساهوش. هرجع الورق زي ما كان، الخبط الكوتشينه بالشكل ده او باي طريقه انا عايزها، وبعد كده ناخد مثلا اي كارت عشوائي، ونفترض في الحاله دي عندي 7 سبيدز. طبعا ده مش كارته، بس هعمل كده تحول ل10 كارت. اول كارت مختار. قبل ما تشوف شرح الخدعه دي متنساش دلوقتي لو انت مش عامل سبسكرايب للقناه انزل دلوقتي حالا اعمل سبسكرايب واعمل لايك للفيديو عشان ده بيساعدني اوصل لناس اكتر. وبس كده، يلا نبدا بقى الشرح. طيب اول حاجه الحركه دي اسمها سناب تشينج، هي حركه كولر تشينج. كلمه سناب اصلا بالعربي معناها كده، فهي عشان الحركه بتتعمل كده اصلا فهي اسمها سناب. في نفس الوقت برضو الكارت بيحصل له سناب. طبعا انتوا دلوقتي عرفتوا سر الحركه، فانا هشرح لكم الخدعه بالتفصيل كلها على بعض. في الفيديو اللي فات انا كنت اتكلمت عن حركه اسمها كليب شيفت، وهي كده. مثلا عندي ولد بعمل كده يتحول ل4، بس طبعا عشان انتوا شايفينها من الزاويه بجنب كده فهي مش باينه احسن حاجه. لو انتوا قدامي هتبقى احسن. طبعا مش عايز اقوم علشان المايك وكده. فتعالوا بقى نبدا خدعة النهارده. اول حاجه بعمل الكارد كنترول اللي بعلمها لكم في كل فيديو. شخص بيقول ستوب ونفترض قالوا ستوب هنا، احفظ الكارت، بجيب ال3 صوابع اسحب الكارت وانا واميل ايدي. الكلام ده بيحصل طبعا وانا مميل ايدي كده، وبرجع الكروت. فالكارت المختار بيكون اخر كارت الشخص مفكره في النص. لو عايز تتعلم الحركه دي بالتفصيل هسيب لك تحت لينك الفيديو اللي بشرح فيه الحركه دي بالتفصيل، ادخل اتعلمها الاول وبعد كده كمل الفيديو ده. ولو انت معايا على القناه وعامل سبسكرايب فانت المفروض دلوقتي اتعلمتها واتدربت عليها وبقيت احسن مني فيها كمان. تمام. هو في الحاله دي اختار بنت وخليناه اخر كارت. دلوقتي بعمل ايه بقى؟ بجيب صابع الابهام، انا ماسك الكوتشينه بايدي اليمين والكوتشينه ناحيتي، مش هوري له كارته. بجيب صابع الابهام اسحب الكارت اللي هو اختاره، وبعد كده ارجع الكروت بالشكل ده. فكده الكارت المختار بقى اول كارت. تاني قول ستوب، احفظ الكارت ده، ونفترض جاك سبيدز، برجع كده الكارت بقى اخر كارت، بخلي الكروت ناحيتي، اسحب الكارت المختار، وبعد كده ابدا انزل الكروت، فالكارت بيبقى اول كارت. طيب دلوقتي بقى بعمل حاجه اسمها دبل ليفت. يعني ايه دبل ليفت؟ دبل يعني 2، ليفت يعني برفع. يعني بدل ما انا برفع كارت بالشكل ده برفع كارتين بالشكل ده. بعمل كده، الكارتين بيبانوا ان هما كارت واحد. ازاي بقى؟ هقول لك. بمسك اول كارت، هعلمك الدبل ليفت اللي هي البيزك خالص. بمسك الكارت الاولاني بعمل كده، وبايدي التانية بسحب وبرجع بالبينكي بريك. وكنت اتكلمت عن بينكي بريك يعني ايه في الفيديوهات اللي فاتت، اسمع برضو الفيديوهات اللي فاتت. بالطريقة دي بجيب الكارت ده ارجعه تاني، بسكوير الورق كويس بحيث ان الكارتين يكونوا عاملين كأنهم كارت واحد، وبروح بصبع الوسطى والابهام اشيل الكارت بالطريقة دي، الفه وامسكه بالشكل ده. فكده باين ان الكارت كارت واحد بس هو في الحقيقة كارتين. خلاص الكارت سكويرد كويس، باجي بصابع السبابة والوسطى والابهام، هما دول اللي بيعملوا السناب تشينج. بروح بالاتنين دول هنا والابهام ورا كده. خلاص. اللي بيحصل بقى ان سلو موشن ان الوسطى هو اللي بيتحرك. بيعمل ايه؟ بيسحب الكارت لتحت. خلاص بصوا من الزاوية دي. طبعا هي طول ما بتتعمل بطيء مش هتبقى كويسة. من الزاوية دي لازم تخلي بالك من الحركة اللي هيحصل فلاش. يعني ايه فلاش؟ يعني الكارت يبان كده منك اهو 7 مثلا، عايز احولها لجاك، فممكن اعمل كده وتفضل كده، فانا كده اتفضحت. فده غلط شاسع. في ناس بتعمل السناب تشينج كده، انا حتى زمان كنت بعملها كده، فمش حلوه. غطي كل الكارت وباين ان انت ايه ليه ماسك الكارت كده، فاهم؟ الوسطى تحت، السبابه فوق، والابهام طبعا ورا بالطريقه دي. واللي بيحصل ان الابهام ثابت، السبابه ثابت، والوسطى بس هو اللي بيسحب الكارت بالشكل ده كده. فاهمين كده؟ هي دي الحركه بكل بساطه. بالنسبه بقى لزاويه الكاميرا لازم الشخص يكون قدامك ستريت، لا هو على يمينك ولا هو على شمالك. اللي بيحصل بعمل دبل ليفت تاني، هعيد. بمسك الكارت، بعمل هنا بينك بريك، برجع الكارت وبشيل الكارتين مع بعض. تعود تعمل الحركه دي كويس علشان ما تجيش تشيل الكارتين يبانوا ان هما كارتين، لا احنا عايزينهم يبانوا كارت واحد. في الحاله دي عايز احول الاتنين كلوبس لبنت سبيدز، فبمسك الكروت او الكارتين بالطريقه اللي قلت لكم عليها، وبعمل كده سناب تشينج. وباجي بقى بايدي الشمال، شايفين الكارت في البوزيشن ده، باجي بايدي الشمال اخد الكارت ده وانا بعمل ان انا بوري له الكارت، فمش بتبان. بعمل كده كارتك. ممكن كمان انا بقول له كارتك وخد شوف اعمل حاجه اسمها وان هاندد كات.
كده انا خلصت من الكارت اللي هو كان في الاول وتحول لبنت اللي هو كان 2 كلوبس. فلو قال لي طب وريني اول كارت، هيبص مش هيلاقي الاتنين كلوبس لا فوق ولا حتى تحت. فدي برضو حركة كده ايه صايعة يعني، بقى خلي بالك منها، تعملها تبقى احسن. اخر مرة هعيد وانت دورك انك تعيد الفيديو كتير وتتعلم، ولو في اي استفسار عايزه اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. تاني قول ستوب هنا، احفظ الكارت تمام ما تنساهوش. الكارت بقى اخر كارت، هسحبه واحط باقي الكروت بالشكل ده. ممكن اكمل تاني اخد شوية من النص واعمل كده، ممكن تالت اخد شويه تانيين من النص. اهم حاجه انا بحافظ على اول كارت. زي ما قلت لك تحت في اول كومنت هتلاقي لينك شرح الخدعه بتاعه الكارد كنترول اللي هي دي ومش عارف ايه. طيب دلوقتي الكارت اللي اختاره 9 دايموند. دلوقتي بعمل الدبل ليفت، بمسك الكارت بينك بريك، اشيل الكارتين، سبابه ابهام ووسطى اهو واهو. ده كارتك هيقول لي لا، هعمل كده واسحب الكارت. هو ده كارتك 1 هاندد كات كلين. وبس كده يا سيدي، اتمنى تكون الخدعه عجبتك. لو عندك استفسار عن اي حاجه اكتب لي تحت في الكومنت وما تترددش، واكتب لي برضو تحت عايزني اتكلم عن ايه في الفيديوهات الجايه. ما تنساش تعمل تاني لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه، وبرضو ما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام وفيسبوك. ولو انت مهتم اكتر بمجال الخداع البصري هسيب لك تحت في الديسكربشن لينك الويب سايت بتاعي عليه خدع وكورسات احترافيه. وبس كده، شكرا، سلام.